انا نفسي اعرف مين الفقيق ابن الفقيق، يعني اللي مرضيش يودي المنتخب الاول كأس العرب، وارسل بدلا منه كأس العار بدل كأس العرب. يعني فريق لا ينتمي لكرة القدم من بعيد او من قريب. وحتى لو حسام حسن رغم الاستفادة الكبيرة اللي هيستفادها من اللعب مع هؤلاء الأشاوس المغاوير اللي حطموا كل الأرقام وقالوا للعالم كله نحن العرب نملك كرة قدم يعني تستحق المشاهدة، بعد هذا المستوى أنا أدعي وأجزم بأنني صادق بأن الفريق المصري الأول كان لن يجاري هؤلاء اللاعبون الأفزاز الذين يملكون قدرات خاصة في كرة القدم. حتى منتخب فلسطين اللي لمينه من الشتات، يعني رغم هذه الصعوبات التي واجهوها عشان يجمعوا بعضهم، إلا أن منتخب فلسطين أعتقد لو لاعب الفريق المصري الأول بقيادة حسام حسن هيهزمه بالثلاثة. يعني أنا المستوى اللي شاهدناه للكرة العربية في الدوحة مستوى مشرف، ومستوى يفوق كل خيالات المستوى المصري. وأنا بقول هنا وبحذر إن بالمستوى ده ومع تقدم الدول العربية فما بالكم بقى بالدول الإفريقية اللي بتاكل النجيلة. فأنا أعتقد إن إحنا خسرنا كتير، إن منتخبنا الأول قيادة حسام حسن خسر كتير قوي، إنه ما يعني لم يتقدم الصفوف في هذا المحفل الكروي العربي المشرف. يعني اعتقد ان انتوا خسرتوا كتير قوي، اتحاد الكوره وحسام حسن وحلمي طولان. يعني انا مش عارف نظام المكايده ده. يعني احنا يا جماعه عشان يعني نطور بلدنا ونشرف بلدنا مش محتاجين كد، يعني لا مؤاخذه، احنا محتاجين ناس متطورون. يعني فين النظره المستقبليه من مستشارين اتحاد الكوره؟ وفين اتحاد الكوره اللي يبقى عنده نظره يعني وعنده بعد نظر في هذه البطولة؟ يعني بهذه المستويات انت ازاي بتجرؤ ان انت ما تشتركش فيها؟ ده انت عندك يعني دول محترمة. وريني بقى لو انت عايز تعمل مباراة ودية، وريني بقى يعني هتجاري السعودية ولا المغرب ولا الأردن بفريقك المكسح ده. يعني انا نفسي حسام حسن يتجرأ ويلاعب اي فريق من دول، عشان بعد كده يعني ايه يبقى ندي المسؤولية. الناس بتحب البلد دي، انما طول ما احنا بنديها كده ايه هدايا مش هتنفع. لو سمحتوا يعني راجعوا نفسيكم كويس، واعرفوا ان انتوا خسرتوا كتير بان الفريق الاول لم يشترك في هذه البطولة العظيمة، وان احنا لم نستفيد ابدا من كل هذه الرحلات، معسكر مفتوح ومعسكر مقفول. راح يعني ساب معسكر مفتوح وقال لك انا رايح امريكا عشان يحضر القرعه. طب ما كنت تعمل التجميعه بعديها؟ طب ما كنت تنسق مع مش حلم طولان، نسق مع هشام ابو ريده، يعني نسق مع اي حد غير حلم طولان، وبطلوا يعني ايه تشتموا ببعض. يعني احنا مش قاعدين بنردح لبعض. دي مصر يا جماعه، مصر 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 مصر، ما هيش لعبه. انتوا خليتونا بالفريق اللي يعني لا مؤاخذه العره اللي انتوا باعتينه ده اضحكت الناس كلها. يعني كل ما حد يحب يضحك شويه على المستويات الهزيله اللي ما قدرتش تحقق طموحها ولا نفسها في البطوله دي، يجيبوا مصر في المقدمه، يقولوا بص مصر بعد ما كانت يعني هي المرعبه للفرق العربيه دلوقتي يعني بتتزيل المجموعة بتاعتها. والله حرام.
سوقتوا سمعتنا، وبعد كده تقولوا ايه؟ الاهلي 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 الاهلي. طب ما عشان الاهلي ده مؤسسه ومنظومه كبيره احنا بنتشرف بيها، هي اللي بتفرحنا وتفرح بلدنا. فما احنا عايزين منتخبنا اولى ان هو يفرحنا. احنا مش عايزين يا سيدي انديه تفرحنا، فرحونا انتوا يا سيدي، بس لما تبقوا تحبوا البلد دي اصلا. يعني شيء عجيب، والله شيء عجيب. يعني انا مش عارف مين المخطط للكره المصريه او للرياضه المصريه عامه. سلام.